في اجتماع قبل أيام للرئيس المصري مع الأئمة ومشايخ الأوقاف قال لهم ينبغي أن تكونوا حراسا للحرية، فهو يرى أن وظيفة الأئمة والمشايخ أن يحرسوا الحرية، فنحن جوعى للحرية. ثم يأتي الشيطان يحدثنا عن الحرية، ومن الذي سلب الحرية وسجن العلماء وسجن الشرفاء؟ ومن الذي فتح السجون؟ ومن الذي جعل أهل الحل والعقد راقصات وفنانات ومومسات؟ إلا هذه الحكومة. ثم تحدثوننا عن الحرية. ويوم بدأ في حكمه جمع المشايخ والأئمة أئمة الأزهر وطلب منهم أن يحدثوا ثورة على الفهم الديني المتخلف الموجود في الأزهر والموجود عند المسلمين، فهو يريد أن يرتقي بالتصور الإسلامي إلى مدارج عالية. قال لهم: كيف ستمشي هذه الحياة في الدنيا والعالم فيه 1.6 مسلم يريدون أن يقتلوا 7 مليارات في العالم؟